بعد سنين كتير من البحث عن شخص يستحق انه يورث قوة اسطورية من ساحر، بيدي الساحر قوته لمراهق، ومن خلال القوة دي بيقدر يتحول لبطل خارق عظيم لما بينطق كلمة واحدة بس. ده ملخص فيلم شازام واللي تم اصداره في سنة 2019. بس قبل ما نبدأ عايزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك، ولو انت مش مشترك في القناة ما تنساش تعمل اشتراك عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. في يوم بيكون مليان شتاء وفي وسط عاصفة ثلجية، بيكون ساد وابوه واخوه الكبير في طريقهم لجد ساد عشان يقضوا معاه ليلة راس السنة. في الوقت ده ساد بيكون ماسك لعبة بيلعب بيها عشان يتسلى في الطريق، وبيلاحظ حاجة غريبة في اللعبة وبتبدأ تظهر أرقام غريبة على الشاشة. وفجأة بيشوف إن باباه وأخوه اختفوا من العربية، والعربية بتبدأ تجري بسرعة لوحدها، وبيلاحظ إن شبابيك العربية بتتجمد وبتقف بيه العربية قدام كهف. وبيتشجع ساد وبينزل من العربية وبيدخل الكهف، وبيشوف في الكهف تماثيل لوحوش مخيفة، وبيظهر قدامه ساحر، وبيكون الساحر عارف اسمه، وبيقول إنه آخر ساحر موجود في مجلس السحرة، وإنه أقسم إنه يحمي العالم من وحوش الخطايا السبعة. وبيقول له إنه مع مرور الوقت قوته ضعفت، عشان كده بيدور على حد قلبه نقي عشان يورث السحر ده منه. وساعتها وحوش الخطايا السبعة بيقولوا له إنه بيضحك عليك، وإنهم يقدروا يمنحوه قوة أكبر لو خد العين السحرية اللي موجودة على الحجر. فساد بيحاول ياخد العين السحرية بس بيمنعه الساحر، وبيقرر إنه ما يستحقش القوة دي عشان سمع كلام الوحوش، وبيضرب الساحر بعصايته على الأرض، وبيرجع ساد تاني العالم بتاعه. وبيلاقي ساد نفسه في العربية تاني مع باباه وأخوه، وبيفضل يصرخ ويقول لهم إنه عايز يرجع الكهف تاني. وبيحاول أبوه وأخوه إنهم يهدوه، بس بتظهر قدامهم شاحنة وبيفقد باباه السيطرة على العربية، وبتتزحلق بيهم العربية لحد ما بتقف، وبتيجي عربية تانية جاية بسرعة كبيرة وبتخبط فيهم وبتقلب عربيتهم، وبيقع والد ساد على الأرض وبيكون مش قادر يتحرك. وساد ساعتها بيلاقي رسالة ظهرت على شاشة اللعبة بتاعته، وبتكون من وحوش الخطايا السبعة اللي بيقولوا له دور علينا. وبعدها بنلاقي الوحوش بتقول للساحر إنه بقى ضعيف ومش هيقدر يسيطر عليهم، فبيقرر الساحر إنه يقول تعويذة عشان يقدر يلاقي شخص يستحق إنه ياخد القوة دي. وبنروح بعدها لوقتنا الحاضر في مدينة فيلادلفيا، وبنشوف ولد اسمه بيلي باتسون، وبيكون مقدم بلاغ كاذب للشرطة بيقول لهم إنه شاف حرامية بيسرقوا محل، ولما بيدخلوا المحل بيحبسهم جوه، وبيركب عربية الشرطة عشان يدور في سجلاتهم على عنوان مامته اللي تاه منها وهو صغير في مدينة الملاهي. وبيلاقي بيلي العنوان وبيروح لهناك، وبتفتح له واحدة بس مش بتطلع مامته، وبتطلع واحدة تانية بنفس الاسم. وبيلاقي الشرطة قدامه وبيودوه للآنسة جلوفر اللي بتكون مسؤولة إنها تودي الأطفال المراهقين لدار الأيتام لحد ما يتموا 18 سنة. وبتقول لبيلي إنه دور على 73 ست بنفس اسم أمه وبرضه مش لاقيها، وواضح إن مامته مش بتدور عليه زي ما هو بيدور عليها. وبتقول له إنه بعد ما هرب من 6 ملاجئ للأيتام فهي مضطرة دلوقتي توديه لزوجين طلبوا رعايته، وإنهم بيديروا بيتهم كمنزل للتبني. وبيروح بيلي مع فيكتور وروزا، وبيقولوا له إنهم حاسين بيه وفاهمينه كويس عشان هم كمان كانوا متبنيين، وبياخدوه للبيت وبيبدأوا يعرفوه على الأطفال اللي متبنيينهم. وبتعرفوا روزا على فريدي زميله في الأوضة، وبيكون عنده إعاقة في رجله وبيستخدم عكاز. وفريدي بيكون بيحب باتمان وسوبرمان، وبياخده عشان يوريه سلاح من أسلحة باتمان اللي محتفظ بيها، وبيكون معاه رصاصة حقيقية متدمرة لأنها خبطت في جسم سوبرمان قبل كده. وبيدخل بيلي الحمام وبيرمي الدفتر اللي فيه كل المعلومات اللي جمعها عشان يلاقي مامته، وبيقعد يتعشى مع عيلته الجديدة. وتاني يوم بيروح المدرسة مع اخواته الجداد، ودارلا بتكون لطيفة جدا مع بيلي وبتعرفه على كل ركن في المدرسة. بس بيلي بيكون متضايق من كلامها الكتير، ولما بتحضنه بيقول لها انهم مش اخوات بجد، فدارلا بتزعل وبتسيبه وتمشي. وبنشوف بعدها الدكتور سيفانا، وبنعرف انه الطفل ساد اللي دخل الكهف وهو صغير، وبيكتشف ان في ناس كتير قابلوا الساحر زيه وفشلوا. وبيشوف نفس رموز بوابة الكهف بتظهر على منبه في فيديو كانت واحدة مصوراه، وبيقول للمساعدة بتاعته ان الرموز بتكرر نفسها 7 مرات، وعشان كده ما كانش عارف يفتح البوابة لانه كان بيكتبها مرة واحدة بس. ولما بيكتب الرموز على الباب المساعدة بتاعته بتقوله ان كل ده مش حقيقي. وفي اللحظة دي بتحط ايدها على الباب وجسمها بيتحرق وبيتحول كله الرماد، والبوابة بتتفتح وبيدخل دكتور سيفانا وبيلاقي الساحر شازام قدامه. والساحر بيقوله انه كان عارف انه قلبه مش نقي عشان كده ما ادالوش القوة وهو صغير. بس الدكتور سيفانا بيروح للعين وبياخدها، والساحر بتكون قوته ضعفت فمش بيقدر يمنعه، وبيقدر انه يحرر الوحوش الخطايا السبعة. وبتدخل الوحوش
الوحوش كلها جوه العين المسحورة، وبعدها بتدخل العين المسحورة في عين سافانا، والساحر بيقول له إن الوحوش بتستغله عشان يدمروا العالم. لكن سافانا بيضرب شازام بقوته وبيقول له إن عمره ما هيلاقي حد قلبه نقي. وبنروح بعدها لبيلي وفريدي وهم في المدرسة، وفريدي بيقول لبيلي إنه عارف إن هو اللي سرق رصاصة سوبرمان بتاعته، وبيلي بيقول له إنه مش هو اللي سرقها وبيسيبه ويمشي. وبنشوف عربية جاية بسرعة كبيرة وبتخبط فريدي، وبينزل منها 3 عيال متنمرين، وبدل ما يعتذروا له بينزلوا فيه ضرب، بس بيلي بيتدخل وبياخد عكاز فريدي وبيضربهم، والولاد بيرجعوا يضربوا بيلي فبيقوم يهرب منهم وبيركب المترو. بس وهو قاعد فجأة بيلاقي الناس كلها بتختفي، وبتظهر رموز على لوحة المترو والباب بيتفتح، وبيلي بيلاقي نفسه قدام كهف وبيشوف الساحر شازام قدامه، وبيقول لبيلي انه اخر ساحر موجود، بس بيلي بيكون فاكره حرامي. بس شازام بيوريله سحر وبيحكي له ان زمان كان في 7 سحرة ومنحوا قوتهم لواحد من البشر، بس الشخص ده استخدم سحره في الانتقام وحرر وحوش الخطايا ال7، وبسبب اللي حصل ده اتدمرت ارواح كتير وقضوا على حضارات كاملة. وبيقول الساحر لبيلي انه ساعتها اقسم انه ما ينقلش سحره ده الا لشخص قلبه نقي، وبيطلب من بيلي انه يمسك العصاية ويقول شازام، وبيسمع كلامه بيلي وبيمسك العصاية وبيقول شازام وبيختفي، وبيكون شازام منحه كل قوته، وبيتحول من ولد مراهق لشاب وبيكون لابس بدلة بطل خارق، وبيلاقي نفسه في المترو وبتكون كل الناس بتبصله ومستغربة شكله. وبعدها بيروح لفريدي اللي بيكون في المطبخ وبيجيله من الشباك وبيفضل يشرح له اللي حصل، وبيطلب منه انه يخرج من البيت عشان يقابله بعد وقت النوم. وبيخرج فعلا فريدي يقابله بعد ما الكل نام، وبيكون مش مصدق انه بيلي وبيهدده انه هيتصل بالشرطة، فبيطلع بيلي رصاصة سوبرمان من جيبه وبيقوله انه هو اللي سرقها. ففريدي بيصدقه وبيسأله ايه هي قوتك الخارقة، بس بيلي بيكون لسه ما يعرفش ايه هي قوته، وبيبدأوا هما الاتنين يدوروا على القوة اللي ممكن يكون اكتسبها. وساعتها بيختبر بيلي قوته على الطيران، بس بيلاقي نفسه ما بيعرفش يطير، وبعدها بيختبر نفسه في الاختفاء، بس فريدي بيضحك عليه وبيفهمه انه مش شايفه، لحد ما بيعدوا مجموعة من الشباب وبيتريقوا على لبسه. فبيلي بيتعصب وبالصدفة بيخرج برق من ايده، وبيكون فرحان لانه اخيرا لقى قوته الخارقة. وبعد كده بيسمعوا واحدة بتصرخ وبيكون حرامي بيسرقها، فبيلي بيتحرك بسرعة البرق وبيمسكه وبيحدفه بايد واحدة، وفريدي بيقول له ان القوة اللي عنده دي زي قوة سوبرمان، والبنت بتكون خايفة منه جدا فبتديله كل الفلوس وبتهرب. وبعدها بيروحوا السوبر ماركت عشان يشتروا حاجات، وبعد دقايق بيشوفوا حرامية مسلحين داخلين يسرقوا المكان، فبيقرر بيلي يواجههم، وواحد منهم بيوجه ناحية بيلي المسدس فبياخده منه بسرعة، والتاني بيضرب عليه نار، وساعتها بيكتشفوا انه محصن ضد الأسلحة النارية. وبيكون فريدي بيصور كل حاجة وبيطلب منهم انهم يضربوا على راس بيلي عشان يشوفوا جسمه هو اللي ضد الرصاص ولا البدلة، وبيضربوا عليه الرصاص وبيلي مش بيتأثر، وبعدها بيرميهم بيلي بره المكان. وبعدها بيرجعوا للبيت وبيطلعوا على السلم في هدوء عشان محدش يحس بيهم، ولما بيدخلوا الأوضة دارلا بتشوفهم وبتتخض، وساعتها بيحكي لها بيلي انه قابل ساحر وخلاه يقول كلمة شازام، بس لما بيقول الكلمة بيرجع لشكله الطبيعي تاني، وساعتها بيعرفوا ان كلمة شازام هي اللي بتحوله، وبيقولوا لدارلا انها ما تقولش لحد وبتوافق. وبنروح لدكتور سيفانا وهو رايح المقر الرئيسي لشركة ابوه، وبيدخل غرفة الاجتماعات لكن ابوه بيقول له يطلع بره، وبنعرف ان اخو سيد وباباه حملوه مسؤولية ان هو قاعد على كرسي متحرك ومش بيعرف يمشي بعد الحادثة اللي حصلت، وبيكون دكتور سيفانا بيكرههم بسبب معاملتهم ليه، وبيستعمل قوته وبيرمي اخوه من الشباك وبيخرج منه وحوش الخطايا ال7 وبتبدأ تخلص على كل اللي موجودين في الأوضة. وبيكون في موظف بره وبيكون مش فاهم ايه اللي بيحصل، ولما بيشوفهم من ورا الازاز بيهرب، وابوه بيفضل يترجن ويسيبه عايش بس ما بيسمعش كلامه. وساعتها الوحوش بتقول لسافانا ان الساحر لقى البطل بتاعه، وبتقول له انه لازم يلاقيه ويقتله عشان لو اكتشف كل القوة اللي عنده مش هيقدر يهزمه. وبترجع الوحوش لسافانا من تاني وبيطلب من وحش منهم يخلص على ابوه. وبنروح لمدرسة بيلي وفريدي وبيكون اصحاب العربية اللي خبطوا فريدي موجودين هناك، وبيلي بيقرر ينتقم منهم، وبيلاقوا العربية بتاعتهم بتقع من السما وبتتدمر، وبيعمل بيلي وفريدي خطة عشان يهربوا من المدرسة، وبيتحول لشازام وبيعمل نفسه أبو فريدي وبيضحكوا على الأمن وبيمشوا. وبيروح فريدي وبيلي مكان وبيفضل بيلي يتدرب على القوة الخارقة اللي عنده، وبيكونوا محضرين قايمة بأشكال القوة الخارقة اللي ممكن يجربوها، وبيكون فريدي بيصور كل اللي بيحصل وبيحط الفيديوهات على اليوتيوب.
وبتبدأ تجيب مشاهدات عالية جدا وبيتشهر، وبيكونوا ماشيين وبيبدأ بيلي يستخدم القوة اللي عنده وبيشحن موبايلات الناس وهو ماشي، وكمان بيستخدم بيلي القوة اللي عنده وبيقدر يخرج فلوس من أجهزة الصراف الآلي بكل سهولة. ولما بيرجعوا المدرسة بيكون كل الطلاب بيتفرجوا على فيديوهات شازام واللي فريدي مصورها، وبيقابل بيلي وفريدي الولاد اللي قبل كده ضربوهم، وبيحاولوا يضايقوا فريدي تاني بس بيقول لهم ان البطل الخارق اللي في الفيديوهات يبقى صديقه، فبيضحكوا عليه، وعشان يثبت لهم ان كلامه صح قال لهم ان هو هيجيبه بكره وقت الغدا، فبيقولوا له ساعتها انه لو ما حصلش اللي هو قال عليه هيضربوه تاني. وبعدها بيلي بيتعصب عليه عشان اللي هو عمله، وبيقول له ان شخصيته دي سريه، وبالليل بيتجمعوا في البيت عشان يتعشوا، وفيكتور بيقول لهم انه مبسوط انه بقى في بطل خارق في المدينه، لكن يوجين بيقول انه تافه ومش بيعمل حاجه غير انه يشحن موبايلات الناس. وبيفضل فريدي يقول كلام وحش على شازام، فبيتضايق بيلي وبيقوم يطلع اوضته. ولما بيروحوا المدرسه تاني يوم بيقرر بيلي انه ما يحضرش النهارده، وبيقول لفريدي انه بقى بطل خارق وما بيرضاش ياخد فريدي معاه وهو ماشي. وبيقضي بيلي طول النهار في انه ياخد صور مع المعجبين في الحديقه، وبيشوف ماري اللي عايشه معاه في البيت وهي بتعدي الشارع، وبتكون عربيه جايه بسرعه كبيره وهتخبطها، فبينقذها وبيلاحظ انها زعلانه وبيسالها عن السبب، فبتقول له انها اتقبلت في الجامعه بس في نفس الوقت مش عايزه تمشي وتسيب بيت عيله فيكتور، فبينصحها شازام انها تفكر في نفسها، وبيقول لها انها مش هتفضل طول العمر في بيت الرعايه اللي قاعده فيه. وبعدها فريدي بيكلم بيلي عشان يجي على ميعاد الغدا، بس بيلي بيرفض واصحابه بيفضلوا يضحكوا عليه. وبعدها بنشوف بيلي وهو بيستعرض القوه الخارقه اللي عنده قدام الناس، وبيظهر فريدي قدامه وبيكون متعصب جدا عشان ما جاش وقت الغدا، وبيقول له انه اتضرب تاني بسببه. وبيلي مش بيهتم بكلام فريدي وبيفضل يستعرض القوه اللي عنده، وبيضرب برق في السماء، والبرق بيضرب في اتوبيس مليان ركاب، فبيخبط الاتوبيس في سور الجسر وبيتعلق، وبيقع الاتوبيس من على الجسر، بس بيلي بيقدر انه يمسكه وبينقذ كل الناس اللي كانوا فيه. وبتيجي صحفيه بتعمل مقابله مع بيلي وبتشكره بسبب اللي عمله، وبيجي فريدي بعدها وبيقول ان هو هيتسبب في كارثه، وبيكون زعلان من الغرور اللي وصل له بيلي وبيسيبه ويمشي. في الوقت ده بيظهر الدكتور سيفانا وبيطلب من بيلي انه يمسك العصايه ويقول شازام ويسلمه كل قوته، ولما بيرفض بيلي بيضربه الدكتور سيفانا، بعد كده بيضربه بيلي تاني، فبيمسكوا الدكتور سيفانا وبيطير بيه في السماء وبيضربه وبيقع من فوق. وساعتها بيحاول بيلي انه يطير بس ما بيقدرش، ومع ذلك جسمه ما بيخبطش في الارض، وساعتها بيكتشف انه بيطير، وبيشوف فريدي وبيطلب منه المساعده، لكن الدكتور سيفانا بياخده وبينزل بيه تحت الارض، وبيطلعوا من مول تجاري. ودكتور سيفانا بيفضل يضرب بيلي، وبيلي بيحاول يهرب منه وما بيعرفش، فبيقول بيلي شازام وبيتحول لشكله العادي وبيهرب وسط الناس عشان سيفانا ما بيكونش يعرف شكله الحقيقي. وبيشوف الدكتور سيفانا فريدي على شاشة التلفزيون، وبيكون بيكلم بيلي وهو في شكل شازام، فسيفانا بيعرف انهم كده عارفين بعض وبيخطفوا. وبيروح بيلي على البيت بعدها، وروزا بتفضل تعالج جروحه، وبيفضل اخواته قاعدين بيتفرجوا على الفيديو اللي ظاهر فيه فريدي وهو بيكلم شازام، وبيستغربوا، وماري بتقول لهم ان البطل الخارق ده قابلها وكان عارف اسمها، وبيستنتجوا ان بيلي هو البطل الخارق. ودارلا بتفرح انهم عرفوا من مصدر تاني، وبتقول لهم انها كانت عارفه كل ده. ولما بيخرج فيكتور وروزا من اوضه بيلي بيدخلوا اخواته وبيعترف لهم بيلي انه شازام، فبيقولوا له انهم عارفين الحقيقه كلها. ويوجين بيقول له انه لقى دفتر الملاحظات اللي رماه، وشاف اسم مامته وعمل ابحاث وعرف كل المعلومات عنها وعرف عنوانها، وبيقول له انه قريب جدا من هنا. فبيجري بيلي بسرعه وبيروح للعنوان اللي عطاهوله يوجين. وبعد خروجه بيجي فريدي البيت وبيكون معاه الدكتور سيفانا، وبيروح بيلي للعنوان وبيخبط على الباب وبتفتح له مامته، وبيلاحظ انها مش مبسوطه انها شافته، وبتعترف له ان هي اللي سابته زمان في الملاهي بارادتها بعد ما ابوه اتخلى عنهم، وانها كان سنها صغير ساعتها وكانت عايزه يبقى ليها حياه افضل، فسابته مع الشرطه عشان يودوه دار رعايه. فبيلي بيديها البوصله وبيقول لها انه راجع لعيلته الحقيقيه، وبيتصل بفريدي بس بيتفاجئ لما بيرد عليه سيفانا. وبيتحول بيلي لشازام عشان يقدر ينقذ اخواته، وبيوصل للبيت وسيفانا بيكون حابس اخواته جوه، وبيطلب من بيلي انه يدخل يسلمه قوته والا هيخرج وحوش الخطايا السبعه لاخواته. وبيفتح سيفانا باب الكهف بسحره، وبيقول له يجيب عصايه السحر ويسلمه قوته عشان ينقذ اخواته. وبيرمي سيفانا بيلي جوه الكهف وبيمسك عصايه السحر، وبيأمره يقول شازام عشان يسلمه كل قوته، وبيخرج منه الوحوش السبعه. وبيقول له بيلي ان الوحوش دي عايزه تأذيه، بس الوحوش بتقول لسيفانا ما يسمعش كلامه. وبنشوف فريدي وهو بيحدف سلاح باتمان على راس سيفانا وبيجرحه، وبيبص بيلي وبيشوف كل اخواته موجودين عشان ينقذوه. وبيلاحظ بيلي جرح سيفانا، وبيشوف ان الجرح بيروح تاني لما الوحوش بترجع لجسمه، وهنا بيعرف انه
يستمد قوته من الوحوش دي، فبياخد بيلي السلاح وبيضرب بيه سيفانا وبيحاول يهرب هو واخواته، بس مش بيلاقوا الباب لأن روزا بتكون قفلته من الجانب التاني. وبيطلب فريدي من بيلي إنه يفكر في أي مكان بره عشان يخرجهم، وبيقدروا إنهم يهربوا في آخر لحظة، وبيوصلوا لمدينة ملاهي وبيروح وراهم سيفانا عشان يدور عليهم. وبيلاقي بيلي كل الناس بتتلم حواليه، فبيقول شازام عشان يرجع لشكله الطبيعي تاني، والبرق بيضرب في السماء وبكده سيفانا بيعرف مكانه. وبيوصل سيفانا والناس بتخاف وبتبدأ تهرب، وبيبدأ يدمر سيفانا الألعاب عشان يجبر بيلي إنه يظهر. وبيقرر بيلي ساعتها إنه يواجه سيفانا وبيتحول لشازام، وبيروح لسيفانا اللي بيكون سرق عصاية السحر، فبيضربه بيلي وبيوقعه على الأرض. وساعتها الدكتور سيفانا بيخرج الوحوش وبيبدأوا يواجهوا بيلي. وبيقول فريدي لإخواته إن دكتور سيفانا بتضعف قوته لما الوحوش بتخرج منه، وعشان كده قدر يجرحه في راسه. وبتقول لهم ماري إنهم يحاولوا يجذبوا انتباه الوحوش عشان يخرجوا منه، وبكده بيلي يقدر يهزمه. بس الوحوش بتبدأ تجري وراهم وبيخطفوا دارلا، وبيلاحظ بيلي إن دارلا معاهم وبيكون الوحش خلاص هياكلها، فبيهاجموا بيلي بس بيتحول جسم الوحش لدخان ومش بيقدر يضربه. وبيلي بيتحول لشكله العادي عشان يقدر يهرب منه، بس وهو بيهرب بيقع في بحيرة متجمدة، وبيستغل سيفانا الفرصة وبيغرقه في المية. وساعتها بيلي بيكون مش عارف ياخد نفسه وما بيقدرش يقول كلمة شازام في المية. وماري بتمسك البندقية وبتضرب على سيفانا، وبيقدر يمسك الرصاصة بصوابعه، وساعتها بيقدر بيلي يتحول لشازام والبرق بيضرب في سيفانا. وبعدها بيلي بيلاقي الوحوش مسكوا كل اخواته، وبيكون سيفانا ماسك عصاية السحر، وبيطلب من بيلي انه يسلمه كل قوته والا هيخلص عليهم دلوقتي. فبينزل بيلي على الارض وبيمسك العصاية، وفي اللحظة دي بترجع الوحوش تاني لجسم سيفانا. فبيلي بيلاقي ان عنده فرصة في الوقت ده انه يهاجمه، لانه بيفتكر ساعتها ان اللحظة دي نقطة ضعفه ومش بيقدر يستخدم كل قوته. وبيفتكر كلام الساحر لما قال له انه لازم يحمي عروش الصحراء السبعة، وانه ممكن يستخدم قوة شازام ويمررها ل7 اشخاص لو كانوا ماسكين العصاية معاه. فبيضرب بيلي سيفانا بالعصاية وبيقع على الأرض، وبيطلب من إخواته إنهم يمسكوا العصاية معاه وبيقولوا شازام، وبيتحول كل واحد منهم لبطل خارق. وبيكسر بيلي عصاية السحر قدام سيفانا، وبكده مش هيقدر ياخد قوتهم تاني. وبيخرج سيفانا الوحوش، وفريدي ساعتها بيقول لبيلي إن نقطة ضعف سيفانا هي عينه. ولما بيحاول بيلي إنه يشيل الحجر اللي موجود في عين سيفانا بيهجم عليه وبيطيره. وبيبدأ إخواته الأبطال يكتشفوا القوة اللي عندهم ويهاجموا الوحوش. وفريدي بيخاف وبيهرب من وحش قدامه لما بيشوف المخالب بتاعته. وبيبدأ سيفانا يطارد بيلي، بس وهما بيطاردوا بعض بيدمروا تمثال عملاق جدا وبتقع أجزاء منه في كل حتة في المدينة. وبيقدر بيلي ساعتها إنه يخدعه وبيهرب منه، وبيظهر بيلي بعدها من ظهره وسيفانا بيقولوا إنه هيقتله. وساعتها بيلي بيفضل يتريق عليه وبيضربوا بعض. وبنروح لإخوات بيلي، وبيكون وحش من الوحوش خبط في لعبة الساقية وبيكسرها، بس دارلا بسرعتها الكبيرة بتنقذ واحدة وقعت منها، وبيسند بيدرو بقوته اللعبة عشان ما تقعش. ووحش تاني بياخد 2 من اللعبة وبيكون عايز يرميهم من فوق، بس دارلا بتقدر انها تنقذهم برضه. وفريدي بينقذ اخر 2 في الساقية، وبالصدفة بيطلعوا الولاد اللي ضربوه في المدرسة. وبيفضل بيلي وسيفانا يهاجموا بعض لحد ما بيقعوا على سطح مبنى. وبيلي بيقول لسيفانا انه شاف ال6 وحوش اللي خرجهم، وهم الغضب والغرور والنهم والشهوة والكسل والطمع. وبكده بيبقى فاضل الوحش السابع وهو وحش الحسد، واللي بيكون محبوس جوه سيفانا لانه وحش ضعيف وبيعبر عن شخصيته. وبيقدر بيلي انه يستفز الوحش، فبيخرج من جسم سيفانا عشان ينتقم منه. وسيفانا بتكون قوته ضعفت وبيقع من فوق المبنى وبيتعلق في السور. وبيلي بيخلي الوحش يكون فوقيه وبيقول كلمة شازام والبرق بيضربه، وبيقع سيفانا من فوق المبنى. وبيتحول بيلي لشازام بسرعة وبيلحقه، وبيروح بيه على مدينة الملاهي اللي فيها اخواته. وبيرفع بيلي سيفانا وبيسحب منه العين المسحورة، والوحوش بترجع تتحبس جوه العين تاني. وبكده سيفانا بيكون فقد كل قوته. وبعد كده بيقرب الناس من بيلي واخواته عشان يشكروهم على اللي هم عملوه، وبيرجع بيلي العين المسحورة في مكانها في الكهف تاني. والوحوش بتتحول لتماثيل مرة تانية وبتتحبس جواها، وبيعتبروا الأبطال إن الكهف هو مخبأهم الجديد. وبيتحبس سيفانا في مصحة وبيفضل يدور على طريقة عشان يخرج بيها. وفي ليلة راس السنة بيتجمعوا في البيت على العشاء، وبيقول لهم بيلي إنه أخيرا لقى عيلته الحقيقية. ولما بيرجعوا للمدرسة بيكونوا الطلاب لسه بيتنمروا على فريدي، وبيفضلوا يقولوا له فين
صاحبك الخارق اللي قلت عليه، واخواته بيكونوا عاملين له مفاجأة، وبيجي بيلي بزي شازام وبيقول قدامهم ان فريدي صاحبه المفضل وهو اللي علمه كل حاجة، وبيقول له بيلي انه ما جاش لوحده وانه اتصل بصديق تاني وعايز يقابله، وبيبص فريدي وبيلاقي سوبرمان قدامه. بتبدأ أحداث الفيلم في متحف في اليونان، وبيكون في موظف بيتكلم عن قصة عصاية أسطورية، وبتكون العصاية دي مقسومة نصين، وبيدخل جنديين لابسين لبس روماني وبيروحوا ناحية العصاية وبيكسروا الإزاز اللي حواليها وبيقلعوا الخوذ اللي هم لابسينها وبيكشفوا عن نفسهم، وكل واحدة فيهم بتمسك جزء من العصاية، وأول ما بيمسكوها بيحسوا بقوة في جسمهم، وبيروح لهم الحارس عشان يمنعهم، لكن واحدة منهم بتوقفه وبتقول له في ودنه انشر الفوضى، وبيتحول لخادم مطيع وبينقض على واحدة تانية في المتحف عشان ينقل السحر ليها، والبنت بتتسحر والسحر بيبدأ انه يتنقل من واحد للتاني لحد ما بيتم السيطرة على كل الناس اللي في المتحف، وبتنتشر الفوضى في المكان كله، واي حد كان بيحاول يهجم عليهم او يمنعهم كانوا بيضربوه، وفي الاخر بيستخدموا السحر بتاعهم وبيحولوا كل اللي في المتحف لتماثيل، والاتنين دول بيكونوا ملوك اطلس واسمهم هيسبرا وكاليبسو. وكاليبسو بتقول لهيسبرا احنا لازم نخلص على ابطال الارض، بس هيسبرا بتقول لها احنا مش هنعرف نعمل اي حاجه والعصايه مكسوره، فبتقول لها كاليبسو دول مجرد بشر وسهل نقضي عليهم، فهيسبرا بتقول لها ما تنسيش ان الساحر ما اختارش اي حد، ده اكيد اختار ابطال اقوياء للارض. ده ملخص فيلم شازام، اللايك الجميل بتاعك ويلا بينا نكمل. وبنروح لشازام اللي بيكون عند الدكتور بتاعه، وبيقول له شازام انه مش مبسوط بالقوه اللي عنده، وبيحكي له انه هو صغير قابل ساحر واداله هو واخواته قوه خارقه، واخواته دلوقتي ما بقوش نفسهم يحاربوا الجريمه معاه زي الاول، وبيفضلوا انهم يستمتعوا بحياتهم الطبيعيه بعيد عن وجع الدماغ ده. وبعد ما بيخلص كلام بياخد بعضه وبيمشي، وبيروح لاخواته اللي بيخرجوا في الشارع وبيقولوا كلمه شازام وبيتحولوا لابطال خارقين، وبيعرفوا ان في حادثه كبيره على الكوبري، والكوبري بيبدا يتدمر والحبال بتاعته بتتقطع وبينهار، وبيوصل شازام واخواته وبينجحوا انهم ينقذوا الناس اللي على الكوبري ويسيطروا على الموقف، وبعدها وسائل الاعلام بتعمل معاهم لقاء وبيشكروهم عشان انقذوا الناس ومفيش حد حصل له حاجه بعد انهيار الكوبري. واخوات شازام بعدها بيروحوا البيت وبيرجعوا اطفال تاني زي ما كانوا، وبنشوف ان اهلهم في البيت ما يعرفوش انهم بيتحولوا لابطال خارقين، وبيتجمعوا كلهم في المخبأ السري بتاعهم، وشازام بيعرض لهم على الشاشه فيديو وهم بينقذوا الناس على الجسر، وبيكون عايز يعرفهم الاخطاء اللي وقعوا فيها عشان ما يكرروهاش تاني في المستقبل، بس محدش فيهم كان مهتم باللي شازام بيقوله، وبيبداوا يخلقوا اعذار عشان يمشوا، وشازام بيتضايق جدا من تصرفاتهم اللي بيعملوها كل مره، بس ماري بتروح له عشان تهديه وبتقول له ان كل واحد فيهم عايز يعيش حياته برضه. وبنرجع تاني لهيسبرا وكاليبسو اللي بيروحوا للمكان اللي حابسين فيه الساحر، وده بيكون الساحر اللي قابل بيلي واداله قوه شازام وهو صغير، وبيطلبوا من الساحر انه يصلح العصايه ويرجعها سليمه تاني، والساحر بيرفض انه يعمل كده، بس كاليبسو بتسحر له زي ما عملت في المتحف، وبتقول له يمسك العصايه ويقول التعويذه بتاعته، وفعلا الساحر بيمسكها وبيقول شازام وبيصلح العصايه تاني، وبياخدوا منه العصايه بعد ما اتصلحت، بس هو بيحاول يمسكها منهم وياخدها، بس بيفشل وبياخدوها منه، لكنه بيقدر انه ياخد خشبه صغيره من العصايه. وبعدها بنروح لفريدي وهو في المدرسه، وبيخبط في البنت اللي هو معجب بيها وبيكون اسمها آن، وبيحاول يتكلم معاها بس بيجي شابين متنمرين وبيضايقوها، وفريدي بيتدخل وبيقول لهم يمشوا، فبيقوموا ضاربينه قدامها، وده بيخلي آن تعجب بفريدي اكتر وبتاخده وبيمشوا. وبنروح للساحر اللي بيمسك حته الخشبه اللي خدها من العصايه وبيستخدم السحر بتاعه عليها عشان يحاول يتواصل مع شازام. في الوقت ده شازام اصلا بيكون قاعد مع وندر وومن وسهران معاها، ولسه كان هيبوسها بس بيلاقي وشها اتحول للساحر، وبيقول له الساحر ان في 2 اسمهم ملوك اطلس عايزين يدمروا العالم، بس قبل ما يعملوا كده هيقضوا عليك انت الاول. وبيقوم بيلي من النوم وبيطلع ان كل ده بيحلم، وبيروح لفريدي المدرسه وبيقول له انه عايز يعمل اجتماع مهم، بس فريدي بيقول له ما تصدعناش انا عايز اقعد مع البنت شويه. فشازام بيجمع باقي اخواته وبيعرفهم اللي الساحر قاله له، وبيقول لهم ان الحلم ده يعتبر رساله من الساحر اللي مش قادر يوصل له، وبيحكي لهم شازام عن خطوره الموضوع وانهم لازم يدوروا على بنات اطلس دول باسرع وقت، وبياخدهم وبيدخلوا للممر السحري بتاعهم، وبيكون في قلم اسمه ستيف بيجاوبهم على اي سؤال عايزين يعرفوه، وشازام بيسألوا عن موضوع بنات اطلس ده، فالقلم بيقول لهم ان ابوهم اطلس قدر انه يعمل عصايه اسطوريه وصنعها من شجره الحياه اللي موجوده في العالم بتاعهم، وكان بيستخدم العصايه دي عشان يدي قوه لبعض الملوك، بس بيتجمع شويه سحرة ساعتها وبيسرقوا العصايه منه واستخدموها عشان يدمروا القوه اللي في عالم اطلس، وبالتالي دمروا شجره الحياه. والعصايه دي اللي بيكون فيها
قوة شازام اللي جزء منها جالهم واداهم القوة اللي هم فيها دلوقتي، والقوة دي مجمعة من قوة ملوك قدام زي هيركليز وسليمان وأطلس وزيوس وإخيل وعطارد، وأول حرف من اسم الملوك دي بيكون كلمة شازام. وبيقول لهم كمان إن بنات أطلس عايزين يرجعوا العالم بتاعهم تاني بعد ما اتدمر. وبنروح لفريدي اللي بيكون قاعد مع آن، وفريدي عشان يخليها تعجب بيه أكتر بيقول لها إنه يعرف الأبطال الخارقين وإنه يقدر يكلم أي حد فيهم دلوقتي ويخليه يجيلهم. وآن بتفتكر إنه بيهزر فبيعمل نفسه بيتكلم مع حد منهم، وبيظهر فريدي بعدها في شكل البطل بتاعه، وآن بتتصدم لما بتشوفه. وفريدي بيفضل يشكر في فريدي الصغير علشان تعجب آن بيه أكتر، وبيقول لها إنه بيتعلم منه حاجات كتير وبالنسبة له هو البطل الحقيقي. وبنرجع لشازام وإخواته وبيشوفوا اللي حصل في المتحف، وشازام بيكون عارف العصاية اللي هم سرقوها كويس، وبيفتكر لما كسرها قدام الشرير في الجزء اللي فات، وبعد ما كسرها رماها على الأرض وما خدهاش معاه. وماري بتقوله إنك ساعتها لما كسرت العصاية دي فتحت العوالم على بعض، وده اللي خلى بنات أطلس يعرفوا يجولنا. فشازام بيقول لهم على الأقل عرفنا شكلهم كويس. ويوجين بيقاطعهم وبيقول لهم دول أصلا 3 بنات مش 2، والتالتة بيكون اسمها إنيسيا. وشازام لما بيسمع اسمها بيعرف إنها البنت اللي فريدي بيحاول يصاحبها. وبنرجع لفريدي اللي لسه عمال يشكر في فريدي الصغير ومش حاسس بالدنيا، وبيجولوا بنات أطلس وبيهاجموه وبيضربوه بالعصاية وبيرجع لشكله الطبيعي تاني. وآن بتستغرب إن فريدي واحد منهم، ولما بيحاول يقول شازام مش بيتحول ومش بيحصل أي حاجة. ولما بيقرر إنه يهرب بتطلع فعلا إن أختهم التالتة هي إنيسيا، وبتستخدم سحرها وبتمنعه من الهروب. وهيسبرا بتمسكه وبتسأله عن طريق إخواته، بس بيلاقوهم وصلوا عشان ينقذوا فريدي. وكليبسو بتاخد العصاية وبتكون لسه هتدمرهم، بس إنيسيا بتوقفها وبتقول لها مش دلوقتي، إحنا لازم الأول ناخد بذرة الحياة. وبياخدوا فريدي معاهم كرهينة وبيمشوا وبيعملوا حاجز كبير في المدينة وبيمنعوا شازام إنه يوصل لهم، وبياخدوا فريدي يحبسوه في نفس الزنزانة مع الساحر. وشازام بيجمع إخواته وبيفكروا هيعملوا إيه، وبيقول لهم إحنا ممكن نبعت لهم رسالة ونتفاوض معاهم عشان نوصل لحل. وإخواته بيعجبوا بالفكرة وبيوافقوا، وبيروحوا للقلم ستيف اللي بيعرفهم الطريقة اللي هيتواصلوا بيها مع بنات أطلس، وبيساعدهم يكتبوا الرسالة اللي بتوصل لهيسبرا. وبيكون مكتوب في الرسالة إحنا محتاجين نتقابل ونتفاوض، وهنعمل مبادلة وهنسلمكم قوة شازام مقابل إنكم تحرروا فريدي. وبنات أطلس بيبتدوا يفكروا إنهم يتفاوضوا معاهم فعلا، وبيرموا الساحر وفريدي في حفرة مؤقتة لحد ما يشوفوا هيعملوا إيه. وبنلاحظ إن إنيسيا بتكون خايفة على فريدي، وفي الحفرة بيطلع لهم تنين كبير وبيبدأ يهاجمهم، وقبل ما يقتلهم المكان بيتغير وبيلاقوا إن التنين اتحبس. وبتكون إنيسيا هي اللي عملت كده، وبتقول لهم على الطريقة اللي هيهربوا بيها، وبيبان إنها مش زي بنات أطلس وبتحب فريدي بجد. وبعدها شازام بيروح يقابل هيسبرا، وهيسبرا بتقول له تخيل لو في حرامية سرقوا فلوسك أكيد هتجري وراهم عشان تاخدها. طب إيه رأيك بقى إنها مش فلوس، دي حياة أبوك وأمك والعالم بتاعك كله، والقوة دي كلها موجودة في جسمك وأنت مصدق إنك تستحقها. فشازام بيقول لها خلاص خدي قوتنا ورجعي لي فريدي في سلام. فهيسبرا بتقول له أنت عامل نفسك بطل وأنت أصلا عيل صغير، وأنا مش عارفة إزاي قاعدة وبتفاوض معاك وواخداك بجدية. وشازام بيقول لها أنا مش عيل صغير وعارف معنى العيلة كويس. وفي الوقت ده إخواته بيوصلوا، فهيسبرا بتقول له ما تنساش إن أنا كمان عندي عيلة. وكاليبسو بتضرب بيدرو بالعصاية وبترجعه لشكله الحقيقي تاني، وهيسبرا بتهجم على شازام وبتطيره. فيوجين بيستخدم قوته وبيضرب هيسبرا وبيبعدها عنهم، وجمعوا قوتهم وحاولوا إنهم يحاربوا هيسبرا، بس بتكون قوية جدا ومش بيقدروا عليها. فشازام بيهجم عليها وبينزل بيها تحت الأرض، وماري ودارلا بينزلوا يكملوا عليها، بس بتقدر هيسبرا إنها تكتف ماري ودارلا وبتقوم تكمل على شازام وبتفضل تخبطه في الحيطان. لكن شازام بيستغل سرعته وبيقدر إنه يتغلب على هيسبرا، وبياخدها بعدها وبيحبسها في المخبأ السري بتاعهم، وبيقول لها دلوقتي سلميني فريدي والعصاية وبعدها هفكر أحررك. وبيروحوا لستيف وبيخلوه يكتب رسالة تهديد لكليبسو، لكن بيتفاجئوا إن هيسبرا كانت عايزة تتحبس أصلا في المخبأ بتاعهم عشان تقدر إنها تسرق التفاحة، ودي اللي بتكون بذرة الحياة. وبتهرب من المخبأ من غير ما شازام وإخواته ياخدوا بالهم، وبتعدي من باب من الأبواب اللي عندهم وبترجع للعالم بتاعها تاني. وشازام وإخواته ما بيكونوش عارفين الأبواب كويس، وبالتالي ما يعرفوش أنهي باب اللي هي عدت منه، فبيفضلوا يجربوا كل باب منهم بيودي على فين. ولما بترجع هيسبرا للعالم بتاعها بيشوفها فريدي والساحر وهي معاها بذرة الحياة، والساحر بيقول لفريدي إن التفاحة دي من شجرة الحياة اللي اتدمرت. وبيسمعوا بنات أطلس وهم بيقولوا أخيرا هنقدر نرجع عالمنا تاني، بس كاليبسو بتقول لهم أنا شايفة إننا نزرع البذرة دي في عالم البشر، وبكده نبقى دمرنا عالمهم وننتقم منهم زي ما دمروا العالم بتاعنا. وإنيسيا بتعترض على الفكرة وبتقول لها إن الأحسن نرجع عالمنا ونسيبهم. في الوقت ده فريدي بيتسحب من وراهم وهم
بتكلمه عشان يسرق البذرة، وبيقدر يوصل لها وياخدها من غير ما حد ما يحس بيه، بس وهو راجع بيخبط في حاجة وبيوقعها على الأرض، وبنات أطلس بياخدوا بالهم منه، وهسبرا بتمسك العصاية بتاعتها وكانت هتقتله، لكن بيظهر شازام بسرعته وبياخدها منها وبيحدفها لفريدي، بس كاليبسو بتمسكها، وفريدي بيقدر يمسك العصاية وهي ماسكاها، فبترجع له قوته تاني، وبياخدوا بذرة الحياة وبيهربوا من المكان بسرعة البرق. وكاليبسو بتتعصب وبتقول كفاية قوي على العيال دي لحد كده، وبتستخدم العصاية عشان تعمل تعويذة وبتخرج التنين من الحفرة اللي بيروح ورا شازام واخواته لكوكب الأرض، وبيروحوا عشان يصحوا أبوهم وأمهم وبيعرفوهم إنهم عيالهم، وبيقولوا لهم إحنا لازم نهرب حالا، ومش بيلحقوا يكملوا الجملة وبيدخل عليهم التنين وبيدمر البيت بتاعهم. وكاليبسو بتكون راكبة التنين وبتهاجمهم وبتضرب يوجين وفريدي ودارلا وبترجعهم لشكلهم الطبيعي، والبذر بتكون مع ماري وبتطير عشان تهرب بيها، وكاليبسو بتطير وراها وبتضربها عشان ترجع لطبيعتها هي كمان، وبتاخد البذرة وبتوصل لملعب كورة وبتغرز البذرة في الأرض، وبيطلع منها شجرة ضخمة جدا وبتكون دي شجرة الحياة، والشجرة بتتمدد في شوارع المدينة كلها، وبيطلع من كل جذع فيها وحش مخيف وبيطارد كل أهل المدينة. وشازام بيطلع فوق سطح عمارة وبيشوف ايه اللي بيحصل، وبيلاقوا ان انيسيا بتجيلهم وبتنضم ليهم، لانها بتكون مش مع فكرة ان البذرة تتزرع في كوكب الأرض، لانها رمز للسلام مش للدمار. وشازام وقتها بيحس انه مش الشخص المناسب للمهمة، وبيقول للساحر انت لازم تاخد قوتي وتديها لحد يستحقها، فالساحر بيقول له بالعكس انت الشخص المناسب، وممكن ما يكونش عندك القدرة دي في عقلك لكنها موجودة في قلبك. وبيفضل يقول له انا اخترتك من وسط الناس دي كلها عشان انت غير اي حد. فبيتحمس شازام وبيطير عشان يروح يهاجم كاليبسو. في الوقت ده هسبرا بتعترض على قرارات كاليبسو وبيكون مش عاجبها اللي هي بتعمله، فكاليبسو بتخلي التنين يقتلها، وكانت هتقتل انيسيا كمان، لكن انيسيا بتستخدم قوتها وبتغير مكانها بسرعة، بس بيطلع ان ده مش كفاية، وقوة العصاية بتوصل لها وبتضرب فيها وبتاخد منها قوتها وبتحولها لإنسانة عادية. وشازام بيوصل للتنين وبيحاول يقتله لكن بيقع على الأرض، ولما بيقوم بيلاقي الناس بتحييه وبتشجعه، فبيرجع عشان يكمل المعركة مع كاليبسو. ولما بيحاول يجمع قوته عشان يضرب كاليبسو بتصدها كاليبسو بالعصاية، وشازام بيفهم وقتها ان كاليبسو بتستخدم العصاية عشان تسحب منه قوته. وبنروح لدارلا اللي بتسأل ستيف ايه اللي الوحوش دول بيخافوا منه، فستيف بيقول لها انهم مش بيخافوا غير من وحش وحيد القرن اللي من نفس فصيلتهم، والطريقة الوحيدة عشان تسيطري على وحيد القرن دي هي انك تديله حلويات. فدارلا بتدور على وحيد القرن لحد ما بتلاقيه وبتديله حلويات وبتقدر انها تسيطر عليه، وبتنادي على جيش من وحيد القرن وبياخدوهم للمدينة وبيقتلوا الوحوش اللي هناك. وشازام بيروح لهسبرا وبيكتشف انها لسه عايشة وبيستغل الموقف وبياخدها في صفه عشان يقدروا يهزموا كاليبسو، وبعدها بيروح لكاليبسو وبسرعة بيقدر يسرق منها العصاية وبيطير وبياخدها ناحية الشجرة عشان يحاربها هناك. وهسبرا بتساعده وبتقرب منهم الحاجز وبتخلي الحاجز حواليهم هما والشجرة بس، وبكده مستحيل حد منهم يطلع من الحاجز إلا عن طريق هسبرا. والتنين بيبدأ يهاجم شازام وبيستحمل شازام النار بتاعته وبيخلي العصاية تسحب قوته، وبيقول شازام وهو ماسك العصاية عشان يحصل انفجار كبير، وبيموت شازام وكليبسو، وهسبرا كمان بعدها بتموت والحاجز بيتشال والشجرة بتتلاشى هي والوحوش. وفريدي بيروح لشازام وبيكون مش مصدق انه خلاص مات، وبيكون عارف ان شازام عمل كل ده وضحى بنفسه عشان عيلته تعيش، وبيدفنوا بعدها جثة بيلي. والساحر بيقول لهم انه عشان شازام يعيش مفيش غير حل واحد، وهو ان يجي ملك ويديله قوته، لكن للاسف دلوقتي ما بقاش فيه ملوك لسه عايشه. وفي اللحظه دي بتوصل وندر وومن وبتقول لهم انا لسه موجوده، وبتمسك العصايه وبترجع القوه لانيسيا وبتدي قوه منها لشازام عشان يقوم تاني، وكلهم بيروحوا يحضنوه وبيكونوا فرحانين جدا برجوعه. وشازام وسط كل ده بيسيبهم وبيروح لوندر وومن عشان بيكون معجب بيها من زمان، وبيرجع لكل واحد من اخواته قوه شازام تاني. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش تعمل لايك لو الحلقه عجبتك، وللناس اللي وصلت لاخر الفيديو يا ريت تقولوا لنا رايكم في الكومنتات.